النهاردة بنغوص في قصة أيقونة حقيقية، فنانة يعني ممكن نقضي حلقة كاملة بنتكلم بس عن أرقامها. المصدر اللي معانا هو نص اسمه النص الملصق، ومهمتنا مش بس إننا نحكي قصة الفنانة صباح، لأ، إحنا عاوزين نحاول نفك الظاهرة دي. إزاي شخصية زي دي بعد كل السنين دي لسه موجودة بقوة في ذاكرتنا؟ ده السؤال الأهم. بالظبط. الموضوع أعمق بكتير من مجرد سيرة ذاتية لفنانة مشهورة. النص اللي بنحلله بيقدم فرضية واضحة جدا. أسطورة صباح مبنية على عمودين أساسيين. الأول هو إمبراطورية فنية ضخمة بشكل لا يصدق، والتاني هو شخصية إنسانية كانت سابقة لعصرها، كسرت كل القواعد. تحليلنا النهاردة هيكون عن العلاقة بين العمودين دول، وإزاي كل واحد فيهم كان بيقوي التاني. عظيم. خلينا نبدأ من الأول خالص، من الانطلاقة اللي المصدر بيوصفها بالصاروخية. الاسم الأصلي جانيت جورجيس فغالي، اتولدت في قرية بدادون في لبنان سنة 1927، ومن البداية كان واضح إن في حاجة خاصة في صوتها. بس الموهبة لوحدها مش كفاية، صح؟ إيه اللي حصل وحولها من مجرد صوت حلو لمشروع نجمة؟ هنا بقى بتيجي نقطة التحول الدرامية في القصة، واللي بتلخصها شخصية واحدة، المنتجة المصرية آسيا ضاغر. المصدر بيقول إنها اكتشفتها، بس كلمة اكتشاف دي يعني بتبسط الموضوع قوي. آسيا ضاغر دي ما كانتش ماشية في الشارع فسمعت صوت حلو بالصدفة. لا طبعا. دي كانت واحدة من أقوى صناع السينما في وقتها، بعين خبيرة بتعرف تشوف المشروع الفني المتكامل. يعني هي شافت فيها حاجة أبعد من مجرد الصوت؟ تماماً. شافت الكاريزما، الحضور، الروح. والخطوة اللي بعدها كانت عبقرية استراتيجية، إنها تجيبها مصر. لازم نفهم سياق الأربعينات. القاهرة في الوقت ده ما كانتش مجرد عاصمة لدولة، دي كانت هوليوود الشرق. صح. أي فنان عربي كان حلمه الأكبر إنه يوصل للقاهرة. النجاح هنا كان معناها النجاح في العالم العربي كله. بس ده يخليني أسأل، أكيد فنانين كتير من بره مصر حاولوا يعملوا نفس الخطوة دي وما نجحوش. إيه اللي كان عند صباح وخلاها تنجح في المعادلة الصعبة دي؟ سؤال نوئيل مهم جدا. أعتقد الإجابة في جزئين. الجزء الأول هو إنها ما جاتش لوحدها، دي جت تحت جناح منتجة تقيلة زي آسيا ضاغر جهزت لها كل حاجة. والجزء التاني هو شخصية صباح نفسها، قدرت تتأقلم بسرعة وتتعلم اللهجة المصرية وتتقنها، وده كان شرط أساسي للنجاح. أكيد. أول فيلم ليها القلب له واحد سنة 45 ما كانش مجرد بداية، ده كان إعلان وصول نجمة جديدة. فالمعادلة كانت موهبة استثنائية قابلت فرصة ما تتكررش في المكان والوقت الصح. ومن هنا بدأت الإمبراطورية الفنية دي. طيب، الأرقام اللي بيذكرها المصدر محتاجة وقفة فعلا. بيقول أكتر من 3500 أغنية. أنا بحاول أستوعب الرقم ده. ده معناه إنها لو كانت بتسجل أغنية جديدة كل 3 أيام كانت هتحتاج حوالي 30 سنة متواصلة. دي مش مسيرة فنية، دي ماكينة إنتاج. بالظبط. رد فعلك ده هو اللي بيوضح ضخامة الإنجاز. الرقم ده بيخرج من مقارنات الفنانين العاديين ويدخلها في منطقة لوحدها خالص. بس الأهم من الرقم نفسه هو معناه. 3500 أغنية، يعني إن صوتها كان جزء من الحياة اليومية للعرب لعقود. الموسيقى التصويرية لحياة أجيال. فعلا. بتسمعه في الراديو الصبح، في فيلم، في السينما بالليل، في مسرحية، كانت موجودة في كل مكان. ده غير إن المصدر بيضيف حوالي 85 فيلم وما يقرب من 20 مسرحية. بس النقطة اللي لفتت نظري أكتر هي التنوع. المصدر بيقول إنها غنت بكل اللهجات، مصري، لبناني، خليجي، وحتى لغات تانية. ودي نقطة قوتها الضربة. تخيل إن في نفس الفترة ممكن تسمع لها أغنية طرب مصرية كلاسيكية زي ساعات ساعات، وبعدها بيومين أغنية فلكلورية لبنانية خفيفة زي عاشقها وغلبانة. القدرة دي على التنقل بين الألوان الموسيقية واللهجات كانت نادرة جدا. هي ما كانتش فنانة لبنانية بتغني في مصر، لأ، هي كانت فنانة لكل العرب، قدرت تكسر الحواجز دي بصوتها. بس السؤال اللي بيطرح نفسه هنا، مع الكم الإنتاج الرهيب ده، هل الجودة كانت دايماً على نفس المستوى؟ ولا كان الهدف هو الحضور والانتشار أكتر من التركيز على القيمة الفنية؟ ده جدل موجود دايما حوالين الفنانين اللي إنتاجهم غزير. لكن في حالة صباح، المصدر بيقدم دليل قوي على مكانتها الفنية العالية، وهو قائمة الأسماء اللي اشتغلت معاهم. لما بنشوف أسماء زي محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، بليغ حمدي، السنباطي، إحنا هنا بنتكلم عن قمة الهرم الموسيقي. الناس دي ما كانتش بتجامل. لا طبعاً.
اختيارهم ليها بيثبت إنهم كانوا شايفين في صوتها وفي شخصيتها الفنية قيمة استثنائية. يعني تعاونها معاهم كان شهادة جودة في حد ذاته. تماماً. عبد الوهاب مثلاً شاف في صوتها حيوية وبهجة مش موجود عند مطربات الطرب الكلاسيكي، فعمل لها ضيعة. فريد الأطرش شاف فيها خفة الدم والشخصية الاستعراضية. كل ملحن كبير كان بيطلع منها منطقة مختلفة. ده دليل إنها ما كانتش مجرد صوت جميل. الأرقام دي والشغل مع العمالقة دول بيخليني أفكر، إيه نوع الشخصية اللي ممكن تنتج كل ده؟ مستحيل تكون شخصية عادية أو نمطية، والمصدر اللي معانا بينقلنا للنقطة دي بالظبط. وده هو العهول التاني اللي بنتكلم عليه. النص بيستخدم كلمات قوية جدا لوصفها، صادمة للمجتمع، جريئة في اختياراتها، صريحة لدرجة مقلقة أحيانا. الفن لوحده ممكن يعمل نجم، لكن عشان يعمل أيقونة خالدة زي صباح لازم يكون وراه شخصية استثنائية. المصدر بيقول إن فلسفتها كانت عيش حياتك زي ما أنت عايز وما تعملش حساب لكلام الناس. في وقتها في الخمسينات والستينات إن فنانة تقول وتعمل كده ده كان يعتبر تمرد كامل. تمرد كامل فعلا. ولازم نفهم هي كانت بتتمرد على إيه بالظبط. التمرد ما كانش بس على العادات والتقاليد، ده كان تمرد على قالب النجمة اللي كان موجود وقتها. النجمة كان متوقع منها تكون بصورة معينة، إما المرأة المثالية والمحظة أو المرأة المقصورة والمغلوبة على أمرها في الأفلام. وهي رفضت القالبين دول. تماماً. قدمت نفسها كشخصية بتحب الحياة، منطلقة، قوية، ومسؤولة عن قراراتها حتى لو كانت قرارات صادمة. والنقطة دي بتودينا مباشرة لأكتر حاجة كانت بتثير الجدل في حياتها الشخصية، الزواج. المصدر بيذكر الرقم بوضوح، 9 زيجات. رقم كان ولا يزال صادم لناس كتير. طبعاً في مجتمعاتنا فكرة إن فنانة مشهورة تتجوز وتنفصل بالعدد ده كان شيء غير مسبوق. الإعلام كان بيتعامل مع كل زيجة وكل طلاق كأنه حدث قومي، بس الأهم من رد فعل الناس هو رد فعلها هي. المصدر بينغل عنها جملة عبقرية بتلخص كل حاجة. كانت بتقول الحب جزء من الحياة والفشل مش عيب. الجملة دي لوحدها فيها كمية تصالح مع النفس مش طبيعية. في وقت كان الطلاق فيه وصمة اجتماعية، هي كانت بتتعامل معاه كأنه فصل في كتاب حياتها وبتستعد للفصل اللي بعده. وده بيوصلنا للسؤال الأهم، هل الشخصية الجريئة والمتمردة دي كانت حقيقية؟ ولا كانت مجرد قناع أو براند صنعته لنفسها عشان تفضل دايما تحت الأضواء؟ سؤال منطقي جدا، خصوصا في عالم الفن صعب نفرق بين الحقيقة والصورة. المصدر بيرجح بقوة إنها كانت شخصيتها الحقيقية، والدليل على ده هو الاستمرارية. صعب جدا تمثل دور معين بنفس القوة والصدق لمدة 60 سنة. الصدق ده حتى لو كان صادم هو اللي كان بيوصل للناس. الناس كانت بتشوف فيها شخص حقيقي بيغلط وبيحب وبيفشل وبيجرب تاني. الأصالة دي هي سر جاذبيتها العابرة للأجيال. وده اللي بيخلينا نوصل لفكرة الإرث بتاعها. المصدر بيذكر تاريخ وفاتها 26 نوفمبر 2014، لكنه بينتقل بسرعة عشان يأكد إن تأثيرها لسه حي. هي ماتت كشخص لكن كظاهرة لسه موجودة. فكرة الإرث هنا بتتجاوز مجرد الذكرى. الموضوع أعمق. بنشوف روحها في فنانات كتير النهاردة، بنسمع أغانيها بتتعمل بتوزيع جديد، بنشوف صورها كرمز للبهجة. المصدر بيستخدم كلمات دقيقة جدا لوصف الإرث ده، رمز للفرح، أيقونة للجرأة، وواحدة من أعمدة الغناء العربي. الكلمات دي بتلخص الحالة اللي اسمها صباح. ولو ربطنا كل الخيوط دي ببعضها هنوصل للخلاصة اللي بيقدمها النص. إرث صباح مش مجرد مجموعة أغاني وأفلام. النص بيوصفها بإنها حالة فنية وإنسانية فريدة. الفن الضخم والشخصية الجريئة اندمجوا مع بعض عشان يخلقوا الأسطورة دي. ما تقدرش تفصل فنها عن حياتها ولا حياتها عن فنها. الاتنين كانوا وجهين لعملة واحدة. في جملة ختامية في المصدر اللي معانا حاسس إنها بتلخص كل اللي قلناه ده. بيقول غنت للحياة بفرح لحد آخر نفس. هي دي الخلاصة فعلا. الجملة دي بتجمع العمودين اللي بدأنا بيهم. غنت بتلخص الإمبراطورية الفنية، وللحياة بفرح لحد آخر نفس بتلخص الشخصية الفريدة اللي بتحتفل بالحياة بدون قيود. المزيج ده هو اللي صنع ظاهرة اسمها صباح. طيب لو حبينا نجمع أهم الأفكار اللي طلعنا بيها من تحليلنا للمصدر ده، إحنا شفنا إزاي الإنتاج الفني الخرافي بالأرقام والتنوع بنى أساس صلب جدا، وفي نفس الوقت
شفنا إزاي الشخصية القوية الصريحة والمتمردة هي اللي بنت فوق الأساس ده أسطورة حية. بالظبط، هي قصة تكامل بين الفن والشخصية. كل واحد فيهم كان بيخدم التاني. جرأتها في الحياة كانت بتدي فنها صدق، وفنها كان بيديها المنصة اللي تعبر منها عن شخصيتها. يعني في النهاية قصة صباح زي ما بيقدمها النص ده هي مش بس قصة فنانة ناجحة، دي قصة عن الشجاعة، شجاعة إنك تعيش حياتك بشروطك أنت وتحتفل بكل لحظة فيها من غير خوف من حكم الناس. وده بيخلينا نختم بسؤال للتفكير. النص بيقدم صباح كرمز للبهجة والحرية الشخصية، وده بيطرح سؤال مهم جداً لعصرنا الحالي. في عالم السوشيال ميديا اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، عالم الحكم السريع على كل تفصيلة والمراقبة المستمرة، هل ممكن فنانة بشخصية زي صباح بحياتها الشخصية المعلنة والصادمة للبعض تقدر تنجح وتحقق نفس المكانة الأسطورية؟ ولا الزمن اللي عاشت فيه رغم تحفظه كان فيه مساحة مختلفة من الحرية سمحت بظهور شخصيات فريدة زيها؟ مساحة يمكن تكون اتقفلت دلوقتي. دي نقطة تستحق نتأمل فيها.